وخلي بالك الحوار يا جدعان مش ماتش في ريجولار سيزون عادي، لا انت ماتش في سلسله انت خسران فيها 18 مباراه متتالي، بالتالي كسر ال 18 مباراه ديت شيء صعب وما كانش هيجي، والحمد لله ان هو جه وجه باحسن طريقه او بالطريقه الوحيده اللي كان ينفع يجي بيها. بس المباراه طبعا بادئه مان تو مان من الزمالك والاهلي. الاهلي مان تو مان طبيعي خالص وبيعمل تراب على المحترف لما يكون معاه الكوره بعد السكرين اللي بيحصل مثلا من السنتر ما بيعملش سويتشات، انما نادي الزمالك كان بيعمل سويتشات على طول على طول على طول عشان يقدر يدافع، لكن الزمالك قلب دفاعاته بسرعه عكس النادي الاهلي اللي فضل شويه كده عبال ما قلب دفاعاته لدفاعات الزون. فمثلا بدات دي تشوف التراب على المحترف هنا وشوف تفضيل المساحات. تخيل ان المحترف في الكوره ديت كان ممكن يعمل لعبتين تاثر بيهم، سواء هو طبعا بصها المودي على طول، كان ممكن مثلا يباصي عمر هشام وعمر هشام كان يعمل مودي يعمل كات ويسجل تحت الباسكت في افكار، لكن الكوره حتى لما رجعت تاني للمحترف عمل كروس اوفر وشط ثلاثيه بسهوله قوي بعد ما شيع كريم حاتم. حاجات ادتك انطباع اول عن المحترف وشكله عامل ازاي. ميديم شوت في اختراق، المحترف معاك بيكمل لاخر مدى انت ممكن تتخيله وتتصوره. اي نعم الفريق دفاعيا كان بيعاني بسبب الطول مثلا في الريباوند واللي انت بتاخده ولا لا، بس الزمالك كان قوي دفاعيا في اول الربع. بدايه المعترك الطبيعي اللي انا حسيته واستشفيته في المباراه الدفاع الجيد من خالد عبد الناصر على عمرو الجندي. حسيت ان خالد عبد الناصر نازل ومركز، وكل تعبه في المباريات اللي فاتت ومجهود في المباريات اللي فاتت هيتبروز المره دي بجد، وبالفعل ده اللي حصل واتبروز هجوميا. اي نعم هو عمل شغل دفاعي كبير بس لان الناس بتحب اللقطه، لان عمرو خالد عبد الناصر اداها لك هجوميا مظبوطه وتمام. ياخد الكره من الباسكت بتاعنا وان مان شو يخش على الباسكت بتاع الاهلي ودنك، يستلم الكره مع باونس باس من المحترف بتاعنا ويخش ويبدل في الهواء ويسجل، يخش بدنك ويسجل. لكن عايزين نقول ان اللي في الربع ده برضه حصلت تغيرات. في الاول وفي الاخر انت بتبقى عامل مثلا وصلت لعند 17-5 فرق 12 على الاهلي، هتعمل ايه بعد كده؟ النادي الاهلي برضه بيبدا يبدل ويغير، نزل عمر طارق بيتفوق عليك، تفوق على خالد عبد الناصر وخد منه بلوك فاول كوره. خالد عبد الناصر ابهرنا وبص وراح لنقطه الضعف عند عمر طارق وهو بطئه ولعب له ميديم شوت، وعمر طارق عمره ما كان ينفع يطلع ويدافع معاه لان عمر طارق بطيء، وده الحته اللي ممكن تضرب النادي الاهلي منها وهي الميديم شوت من سنتر على السنتر بتاعهم اللي هو النادي الاهلي. وان الميديم شوت دي تيجي من خالد عبد الناصر اتمنى ان هي يدوس عليها ويتدرب عليها اكتر لانها هنحتاجها قصاد عمر طارق في البلاي اوفز. عموما وصل الفارق لعند 4 نقط بس 19-15. هنا الامور بقى انت خفت، عمر هشام بيجيب 5 نقط والفرق 24-20 بينزل ورضا عبد الجواد علشان المباراه تنقلب حرفيا تيرن اوفر في تيرن اوفر والربع الاول بينتهي 25-25. حابب اقول ان انا معايا دكتور كريم هيقول لنا اراءه دفاعيا وهجوميا عن الكوارتر الاول. الكوارتر الاول كان عمليه جس النبض. ملاحظات دفاعيه، الفرقتين بداوا المباراه بدفاع مان تو مان. الاهلي غير دفاعه للزون تقريبا في نص الكوارتر. الزمالك بدا المباراه بعمل سويتشات اللي هو بيغير المان بتاعه بسرعه من مان لمان لمان، المدافع بيحاول يبدل ويعمل سويتشات، المدافع بيحاول يعمل تبديلات سريعه جدا مع اي سكرين او هاند اوف، وده استمر الهجمتين بس. اول هجمه نجحوا في قطع الكره والثانيه تسببت في باسكت سهل للاهلي بسبب الميس ماتش الدفاعي. طبعا الميس ماتش الدفاعي دي معناها ان في مهاجم طويل ومدافع قصير، والمهاجم قدر ياخد الكره مثلا من فوق بسكند ريباوند او يستلم الكره والمدافع القصير ما قدرش يعمل معاه حاجه. خالد عبد الناصر طبعا عمل اداء دفاعي ممتاز وعمل بلوك مميز، ودي ماركوس كان بيشارك دفاعيا ونجح في عمل ستيل. عمر طارق اول ما نزل فرق في الزون وعمل بلوك لخالد عبد الناصر. اما مودي فبادوار دفاعيه مميزه في الريباوند وعمل بلوك. ايهاب امين نزوله ما فرقش كتير رغم انه بدا بعمل ستيل من دي ماركوس، ولكن معاذ ايمن نجح في ايقافه تماما بالتبادل مع عمر هشام. احمد اسماعيل هو الثاني عمل بلوك اول ما نزل ونسي الباسكت تماما بعدها. واول لاعب كان يخش في الفاول تريبل هو عيسى ليونز بعد ما عمل 3 اخطاء في اول ربع كلهم على دي ماركوس، ودي من مميزات دي ماركوس اللي قلناها في الفيديو. اما الملاحظات بقى الهجوميه هو انه دي ماركوس بدا الماتش حلو قوي لدرجه انه في اول هجمه عمل باص للاعب فاضي تماما على الثلاثيه، ولما رجعت له تاني فضى نفسه وجاب هو الثلاثيه. دي ماركوس سجل اول 9 نقط في الكوارتر وعمل اسيست ل4 نقط بعدها، يعني مشارك مباشره في اول 13 نقطه وده رقم مهول.
عمر هشام بدأ يدخل في أجواء المباراة وسجل 5 بوينت متتاليين، بس أضاع فرصة سهلة جدا أمام عيسى ريونز. مودي رغم إشادة بيه دفاعيا بس هجوميا كان عنده مشكلة إنه طري شوية وبيتأثر بأي لمسة حتى في الكور لوز أو ظهرت مرة مع مروان ومرة مع الجندي. وليد عبد الجواد وجايزة أسوأ لاعب في الكوارتر نزل والفرق للزمالك حوالي 6 نقط، وعمل 2 تيرن اوفر في أول 3 هجمات، وكان ثغرة دفاعية الأهلي بيهاجمنا عن طريق الجندي من خلال وليد عبد الجواد بالذات علشان الشوط ده ينتهي بالتعادل 25-25. بيبدأ الربع الثاني بروتيشن مختلف تماما. وليد عبد الجواد بينزل لانه ما عملش غير 2 تيرن اوفر ولازم يكمل النص دسته. معانا عزب ومعاذ وحجازي واسماعيل. اسماعيل يمكن بدأ المباراة حلو، ماشي يا عم عملنا بلوك، لكن اسماعيل داون جريد في مستواه تماما، لا بيدافع ولا بيهاجم. وليد عبد الجواد لا بيدافع ولا بيهاجم. شفنا عقم وصل لمرحلة النادي الاهلي تقدم عليك بفرق 6 نقط. انا في اللحظه ديت حرفيا قلت خلاص، انا نزلت بوست وكنت على الاخر في اللحظه دي تماما. وبعد طبعا الزمالك ما جه وعاوزين نمشي الجماهير والكلام ده، نزلنا دي ماركو، حاجه مختلفه تماما الزمالك اظهرها. طبعا زي ما رجعنا تاني للتراب اللي على المحترف، ولما رجع التراب على المحترف باصه من ظهر عمر طارق بتوصل لعلي حجازي اللي بيعمل اللاي اب بسهوله وبيسجل ستيب باك وثلاثيه من المحترف. السكور بيقرب 33-32. دفاع مميز من علي حجازي واعتراض الباص، وبتكمل الهجمة عشان تبقى ثلاثية لينا ونتقدم 37-35. فرق 2 بس الربع الثاني. انا قعدت طبعا اقول ايه يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. بينزل خالد عبد الناصر ومن هنا بياخد نفس الباص الباونس باص، وبيبدا بعدها السحر المحترف يظهر بقى، وطغيان كامل ليه على النادي الاهلي علشان يوصل الفرق مع نهاية الربع ل 15 أو 14 نقطة. اما الكوارتر الثاني فكان انفجار دي ماركوس. الملاحظات الدفاعية عليه هو ان الزمالك بدأ الشوط الثاني بعناصر ضعيفة دفاعيا، وده هز الفرقة جامد، وهم وليد عبد الجواد واحمد عزب وعلي حجازي. علي حجازي رغم كده فهو حاول في كذا لقطة ونجح انه يعمل ستيل للكرة وعمل دفاع جيد في لقطة تانية، لكن الوضع الدفاعي اتحسن في نص الكوارتر مع نزول خالد عبد الناصر اللي عمل بلوك حكاية وبعده ستيل للكرة ودنك. عمر هشام نجح انه يبوظ اكتر من هجمة للاهلي بعد نزوله، وكان من نجوم الكوارتر الثاني. الاهلي في الكوارتر ده استمر في اغلب الوقت على دفاع 2-3، ولكن كان في تخبط كبير لدرجة ان في لقطة عند الدقيقة 1:34 ثانية خماسي الاهلي نط مع دي ماركوس اللي كان مخترق واخد منهم فاول ويسجلهم. الملاحظات الهجومية في الربع الثاني كان ان الشوط ده مقسوم نصين، الفرق ما بينهم بالنسبة للجمهور هو التوقف لاخراج الجمهور، بس في الحقيقة في حاجة تانية هنقولها مع بعض، ان النص الاول كان احمر بامتياز والاهلي سيطر تماما ونجح في تسجيل 3 ثلاثيات متتالية، في حين ان وليد عبد الجواد كان مستمر في التيرن اوفر بتاعه علشان يوصل الفرق الى 6 نقط لصالح النادي الاهلي. اما النص الثاني كان بعد استئناف المباراة وخروج الجمهور ونزول السبب الحقيقي للتغيير وهو دي ماركوس هجوميا ومعاه عمر هشام وخالد عبد الناصر دفاعيا. دي ماركوس بيبدأ الشوط ب7 نقط متتالية ورا بعض مع سيل من الفاولات والرميات الحرة على مختلف لاعبي الاهلي اللي محدش فيهم عرف يلاقي حل دفاعي ليه، رغم تغيير المان بتاعه على اكتر من لاعب زي عيسى وكريم حاتم وايهاب امين واحمد مهيب، علشان ينتهي الكوارتر ده بفرق 14 نقطة للزمالك. الربع الثالث الربع التكتيكي المميز ده هسيب لكم الحوار مع دكتور كريم هو يشرحه اكتر. اما الكوارتر الثالث اللي كان اوجوستي فيز وائل بدر، مباراة المدربين زي ما بيقولوا في كرة القدم شوط المدربين. ملاحظات الدفاعية فيه ان اغلبنا طبعا عارفين ان الكوارتر الثالث هو شوط اوجوستي لان ده اكتر كوارتر المدرب بيعرف يحط التاتش بتاعه، ولكن الكوارتر بدأ بتفوق زملكاوي دفاعيا. معاذ ايمن بيكمل الماتش الرائع ليه النهارده، وقمه تألقه كان في الكوارتر الثالث ده، واداؤه دفاعي رائع ومشاركه هجوميه لدرجه ان دفاع الزمالك مش بيتأثر بخروج عمر هشام. الاهلي مازال بيعمل فاولات كتير قوي مع دي ماركوس اللي في اغلب الاحيان بعاقبهم بتسجيل الرميات الحره. الفرق لما وصل ل 24 نقطه وكان متجه للزياده لجأ اوجوستي لدفاع مختلف وهو دفاع ال1-3-1 زون، هو دفاع مخصص لقفل ممرات الاختراقات ضد دي ماركوس،
ونجحوا في اول هجمه ان كيجو يعمل بلوك لدي ماركوس. نجح الاهلي في ايقاف الزمالك في 3 هجمات متتاليه علشان يلجأ وائل بدر لتدوير الكرة بسرعه وعدم الاعتماد على دي ماركوس والاختراقات علشان يرد اوجوست بتكتيك صعب جدا، وهو ان الدفاع يبقى 1-3-1 لما تبقى الكرة مع دي ماركوس، واول ما تخرج منه عيسى ليونز هيتحرك من قلب 3 ويطلع فوق والجناحين يرجعوا علشان تتحول ل2-3، لدرجة ان عيسى كان بيجري قدامه ورا رغم ان الكورة كانت بتتنقل اصلا بين بالجنب. رغم نجاح الاهلي دفاعيا الا انه ما قدرش يقلل الفرق ده بسبب النجاح الدفاعي للزمالك ايضا. اما الملاحظات الهجوميه ان الشوط ده كان تكتيكي اكتر واغلب الملاحظات دفاعيه، بس هقول لكم ملاحظه واحده المفروض انكم متعودين عليها. دي ماركوس بدأ الشوط ب 13 نقطه متتاليه منهم 2 3 بوينتس. الكوارتر الرابع المشد عمر عزب والحكام. الملاحظات الدفاعية إن وائل بدر بدأ بالمشد في الكوارتر الرابع لراحة المتألق خالد عبد الناصر وعدم الاعتماد على التائه أحمد إسماعيل، مع مراعاة إن المشد مش بيتدرب بسبب الجيش. بس هنقول شوية ملاحظات عنه. المشد فعلا خرج 5 فاول رغم إنه لعب كوارتر واحد، وده ضايق جمهور الزمالك منه، ولكن المشد عمل دور دفاعي جيد وهجومي ضعيف للأسف. دفاعيا عمر طارق لم يتغلب على المشد في اي لقطه من اللو بوست، وبالعكس فهو تسبب في 2 تيرن اوفر. المشد عمل بلوك حلو قوي في الدقيقه 1 25 ثانيه، وعمل اكتر من فاول متسرعين وعمل اكتر من فاول طبعا برضو متسرعين منه بصراحه بدون اي سبب الحقيقه. الاخوين عزب برضو كانوا مشحونين قوي الكوارتر ده وبيلعبوا بالدفاع وفاولات كتير، لكنه تحول لعنف من طرف عمر عزب. اما الملاحظات الهجوميه ان الزمالك بدا يعتمد على القط من الخط الخلفي للتغلب على دفاع ال1-3-1. الجندي بيكمل اداؤه الرائع في الماتش، وهو السبب الوحيد ان الاهلي فضل في المباراه لحد دلوقتي. المشد بيعمل سكرين حلو ولكن بيقف على خط الثلاثيه مش بيهاجم الباسكت، وحتى حاول يشوط ثلاثيه رغم ان وجوده تحت الباسكت كان هيبقى افضل. علي عمر رغم انه مش مؤثر بشده بس هادي ومش بيفقد الكره، ونجح انه يسجل 4 نقط على التوالي بعد فترة صيام وثبات عند النقطة 99. كان واضح على اللعيبة الخوف من لعنة الكوارتر الرابع وخصوصا مودي، وللأسف عمر هشام اللي ضيع 5 بونت متتالي بس خطف كورة وعمل اسيست لعلي عمر أنقذ الموقف. بينتهي الكوارتر بفرق 11 بوينت للأهلي، أغلبهم من رميات حرة هنتكلم عنهم في آخر نقطة اللي هي ايه بقى. ملاحظات تحكيميه عن الكوارتر الرابع. للاسف الكوارتر الرابع ده تحكيميا ممكن نطلق عليه المدعره، لدرجه ان الاهلي 5 هجمات متتاليه كلهم بيتحسبوا فاولات برميات حره من 3 رميات حره متتاليين، وهقول لك ابرز اللقطات. اول حاجه فاول وهمي لعمر عزب ب3 رميات في الدقيقه دي. تاني حاجه سكرين متحرك المفروض يتحسب على عمر طارق بيتم تجاهله بيتحسب 3 رميات لعيسى. بعدين فاول غير محتسب لعلي عمر على عمر عزب وليس عمر طارق، وفاول هنا على عمر طارق ودفع واضح واتحسب له ورميتين. فاول سلوك غير رياضي على احمد عزب رغم ان هو وكريم حاتم ماسكين في بعض، فهتمشيها لمين فيهم؟ فاول سلوك غير رياضي هنا غير محتسب على عمر عزب، صباعه في عين مودي. وهنا فاول سلوك غير رياضي غير محتسب على الجندي بكعبله مقصوده